يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عارفه ابص في التليفون ليه. المهم ما اعرفش اصور كده بالتليفون خالص. المهم يا بنات تعالوا معايا هفسحكم النهارده. هفسحكم يعني هفسحكم. انتوا بتحبوا المكان ده جدا، وقلت النهارده انزل معاكم. كل ما اقول بكره 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 لكن خلاص ما فيش وقت. تعالوا تفسحوا معايا، ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم. بحب اخدكم معايا الاماكن اللي انتوا بتحبوها. تمام، انا كده كده كنت نازله فممكن ما كنتش صورت، بس انا قلت لا، انا بحب استمتع واحب بس خليكم معايا مبسوطين. تعالوا نروح مع بعض نشوف احنا رايحين فين. وبصوا ايه رايكم في الاوتفيت بتاعتي دي؟ ها حلوه صح؟ المهم يلا بينا ننزل ونشوف هنجيب ايه ورايحين فين. توقعوا كده في الكومنتات قبل الفيديو، بس خليكم صادقين، خليكم صادقين معايا. قولي لي يا جي انت شايفه في الحته الفلانيه، ومن غير ما تكونوا شفتوا الفيديو. يعني اول ما تفتحوا الفيديو كده على طول وانا بقول الكلمتين دول تكتبوا على طول، هعرف بيبان من التعليق بتاعكم مكتوب من قد ايه. تمام، يلا بينا ناخدوا جوله كده مع بعضينا ونجيب شويه حاجات ناقصاني وبس كده. اشوفكم على خير، نكمل الفيديو مع بعض. هيا بينا يا ولاد، هيا بينا. هحكي لكم قصتها بس لما نروح هناك. يا رب الجو يكون حلو ما يكونش شمس. شفتوا السلسله دي؟ كده يا بنات داخلين على ملايتي، بس الاول نعدي على ابو ادم نشوف الجديد عنده. تمام، فسحتكم اهو يا ولاد، فسحتكم. حطوا اللايك بقى. عايزين حرنكش، عايزين عصير برتقال، عايزين دهب. تمشوا معايا عشان رجليكوا لازم تتمشوا كل يوم شويه كده. بطلي كسل انت وهي بترند كده ليه يا طنط مالك؟ ده بتاع الدهب يا جماعه. خشوا عنده بيدوكوا شوكولاته. تعالوا نروح عنده. بص احنا داخلين عليه اهو. بنات ما لقيتش ابو ادم موجود. ابو ادم ولا ابو ادم؟ عشان بنسى اسمه. ابو ادم. هروح بس عند ملايتي وبعدين نرجع ليه تاني. يلا ادينا ماشيين، خليكم ماشيين بس يا ولد. بطل دوشه. عايزين حرنكش. الشوارع هاديه عشان احنا الصبح، خلي بالكم. كنت بجيب حاجه رمضان كلها من هنا. بس كلتكم من الزنقه بدل ما نمشي في الشمس بره. الشمس تضربنا كلنا طالبه. نخش من هنا كده ونطلع من ورا. بما اني انا مش هجيب حاجه من جوه من الزنقه، بس والله عشان اصور لكم بس. انا كمان داخله عند بتاع السجاد، هعدي عليه قدامه كده بس من هنا اهو. هخش من ورا. الناس لسه بتفتح يعني، انا اللي شكلي جايه بدري شويه. اخيرا وصلنا ملايتي يا جماعه، بس اتفاجئت ان هو لسه ما عرضش حاجه العيد. هو لغايه دلوقتي لسه ما عرضهاش، فقال لي ايه استني شويه. فبصوا دي كوفرتا. دي كوفرتا صح ولا الحاف؟ لا دي كوفرتة كابوتونية. بصوا دي كوفرتا كابتونيه. هو ممكن يقدر بيقول لك يصنعها لك، يعني هو يقدر يعملها لك اهو. زي اللحفه اللي انا عاملاها. كلكم سالتوني اللحفه عاملاها فين. انا عاملاها عند ملايتي يا بنات. كلكم سالتوني عن بس اكيد اللي سال اكيد لسه ما كانش شاف الفيديو. اكيد الفيديو كان لسه مقترح ليه. فانا دلوقتي هصور معاكم الملايات لحد ما يجيبوا لنا الكوفرتات الجديده. هو عنده كوفرتات بس هو بيقول لي الأسبوع يعني اللي جاي كده في حاجات كتيرة جاية حلوة. ان شاء الله. فاهميني يعني هو الاسبوع الجاي ان شاء الله هينزل. انا بصوا كنت جايبه للبنات الطقم ده لو تفتكروا اهو. في منه بقى الالوان كلها اهو. كنت جايبه كمان اللي فيه الفيونكه. مش عارفه الفيونكه فين. مش موجود اللي فيه الفيونكه خلاص اهو. تقدري بقى انت لو حابه هو هيجيب بس الكوفرتات. الملايات موجوده الحمد لله. بصوا برده الشكل اللي فوق ده حلو قوي. شايفينه؟ اقرب لكم الكاميرا. انا ما اقدرش انزل هنا وما اعديش عليهم بصراحه. ما ينفعش. ما ينفعش اعدي من غير ما اجي المنشيه وما اخشش عند ملايتي. حتى لو مش هشتري لازم اخش. بص انا كنت جايبه للبنات من دول، بس كانت الارضيه بيج اهو اللي انتوا سالتوني عليهم. بصوا الالوان الرصاصي والالوان الابيض تحفه تحفه.
طب ايه الجديد اللي في الملايات انت رايك يعني؟ اوريكي حاجات كتيره تانية في المحل التاني. بص بس اهي أنا عايزك البني. طب تصوري تعالوا كده نلف اوريكم الأول. البني اللي انا جبتها. بصوا يا بنات اهو، دي كوفرتات جاهزه اهي. مش هنقول لكم اسعارها ايه دي يعني 550 حلو والله. 650 لغايه وكبيره مثلا على فكره مش لغايه صغيره. 950 جنيه كده. بصوا الالوان، بصوا الموف دي، رصاصي، تريكويز، تشيريكويز. بصوا دي انا عندي منها بس مش الشكل ده، شكل تاني. بصوا البنك دي برضو تحفه، شراشيب كده. الله، اللون ده يبقى رهيب على السرير عندي، حلو قوي ده. بصوا دي يا بنات تحفه. الله، بس دي صغننه شويه، عايزه سرير دي صغير. بتتعمل مش بتتعمل كوفرت، بتتعمل ركنه كده، بتترمى على الركنه كده. والله دي بس فيها زراير. ايه بقى نظام الزراير ما ده؟ هي دي ديكور كده فيها. بس شكلها شيك قوي يا بنات، تقدري تغطي بيها كنبه الانتريه او حاجه. عامله كام دي؟ دي عامله 800. 800. بصوا اللونين دول تحفين. ده دي اللي قلت اعمل على دي، شكلها غاليه دي. دي ب 800 برضه. دي ب 800 يا بنات. ده كل ده في شتوي على فكره، احنا لسه الصيفي في شتوي في صيفي طبعا. لسه ما نزلش الصيفي كله جاي الاسبوع الجاي ان شاء الله. بصوا دي تحفه، التريكويز دي برضه اسود فابيض، اللي بيحب الالوان بقى كلها. والبينك اهي ما شاء الله. بصوا بقى الملايات اللي بقول لكم عليها. بصوا كمان الكوفرته دي فريحي كده، عارفين اللي هي ايه، تدي بسمه للمكان كده. ودي اللي انا جايباها للبنات التانية اللي انتوا شفتوها معايا اهي، ده شكلها. في بصوا الساده، تقدري تعملي مخدات ساده وتقدري تعملي السرير كده. في منه الالوان كلها، واللون ده حلو قوي. في الاورنج كمان. الله، واللي فوق دي جميله، المكعبات دي. ممكن نقدر نقول لهم اسعار الملايات تبدا بكام؟ يعني الملايات بتبدا معانا من اول 95 جنيه لغايه المتر صح؟ العمريه ولا العمرية. في حاجات تانية كتيرة بقى ب 65 وب 75 جنيه بس مخلوط شوية. النهارده هنصور لكم كده، وان شاء الله في شغل جاي جديد باذن الله. هيتصل بيا وهجيله تاني عشانكم برضه، عشان تقدروا تلحقوا بسرعه قبل العيد. يعني تلحق ان شاء الله الناس تنزل وتفصل. طبعا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يجي حاجات حلوة قوي. بصوا يا بنات، انا بحاول ادور للبنات حاجه قريبه للسرير. وهوريكي كده كده حاجات تانية اصلا. ماشي، يلا بينا نشوف حاجات تانية. بصوا طبعا المحل بسم الله ما شاء الله مش محتاج يعني. بصوا كمان النقشه دي حلوه قوي، تمشي مع السرير عندهم دي. والنقشه دي اكتر حاجه ممكن تليق معاهم. وفي الورد دي كمان. بصوا بصراحه الحاجات كلها حلوه اهي. بصوا في دي كمان، مساء النور اهو. هنا يا بنات دخلنا بقى المكان التاني بتاعهم برضو اهو، عشان اشوف اشكال جديده. بصوا دي حلوه قوي. بصوا تقدر تعمل منها المخدات دي صح؟ مثلا الملاية والتربيتين. بصوا القلوب تحفه. القلوب مع الازرق ده خطير بصراحه اهو. بصوا في منكات دي طالعه موضه قوي السنه دي، والقلوب دي تحفه. القلوب برضو تقدري بصي تمشيها مع اللي فوق دي ومع اللي فوقيها كمان اهو. في الساده اهو اللي احنا واخدين منه، اللي احنا قلنا عليه اهو. ده انا واخده منه الدرجه دي. بصوا بقى الورده اللي اسمها ايه، فراولايه. طبعا حاجه الاطفال تقدري تاخدي حاجه كده زي ارنوبه كده. بس التايجر بقى، تايجر حلوه اللي فوق دي برضو. انا بتفرج معاكم عشان انقي معاكم برضو. بصوا عجباني قوي دي برضو، دي تليق مع اوضه البنات جدا. ممكن تاخديها مع الورده دي وتعملي الاثنين ماتشنج مع بعض. في كوفرتات هنا برضو باشكال تانية اهي مختلفه. هنا بقى حاجات لاطفال، اللي هي الشغل بقى اللي الاطفال بيحبوه ده اهو. بصوا بصوا بنات بقى، انتوا تنقوا براحتكم وتجيبوا وتنقوا اللي انتوا عايزينه، تاخدوا سكرين وتقولوا احنا عايزين دي. طبعا هنا برضو الاشكال في الملايات اهي. بصوا القلوب دي. وفي الحلو قوي المنت ده. بصوا الوانه كلها موجوده، انا واخده منه البيج. تقدري بقى تاخدي انت حسب لون سريرك، تقدري تاخدي. دي كوفرتات صح؟ كل دي كده كوفرتات مشجره بقى، لكن الساده لسه الاسبوع الجاي ان شاء الله. دي صيفي ولا شتوي دي؟ دي صيفي. شايفاها خفيفه عامله كام؟ بس دي كبيره قوي. دي 40 في 2 متر. ما دي شكلها سرير كبير. واللي جنبها الموف برضو صيفي برضو. صيفي كله صيفي. تعالوا نصورها لهم كده. بصوا بنات في كوفرتات بس مشجره، كلها مشجره يعني اهي. بصوا الشكل بتاعها، شكلها حلو برضو مش وحشه يعني. بصوا تحفه دي برضو.
اهي الكوفرته التانية اهي، جميله بصراحه. دي ايه بقى؟ ده القماش. دي حاجات تانية. المحل اللي انت جبتي من عنده السداير. اه. بصوا حبايبي، طبعا انا قلت لكم في الفيديو ان انا نازله وانتم شايفين انا رايحه فين، صح كده؟ انا نزلت المنشيه شارع فرنسا عشان اشتري حاجات، وعديت على ام القرى، صح كده؟ خلف اسم المنشيه. جينا صورنا عندهم في رمضان على فكره، كنت جاي اخد اعرف بس شايفين الدفايات دي؟ طبعا كل واحده بسعرها، صح؟ اهو. كان حد سألني عليهم فانا قلت بالمره اصورهم لكم عشان هتلاقوهم هنا في المكان ده. دي باشكالهم، مفيش اكبر من كده من اللي فوق دي، مثلا بتحط تحت بتتعمل عموله. تمام. تعالوا بقى نشوف اللمبادير دي عشان انا كنت عايزه اجيب واحده، فعايزه اخد رايكم قبل ما اجيبها. بصوا شايفينها كده؟ ده شكلها، والخشب ده لايق على الخشب عندي في الانتريه. انتوا عارفين طبعا شكل الانتريه عندي متحرك. يعني تقدري تلفيها عادي. يعني اقدر اخلي لك الخشب، اديكي الاثنين الخشب بيتفتح ويتقفل زي اليمين ده، واقدر اديكي الخشب زي الثابت اللي هناك. ايوه فهمت. بس حلوين قوي، بصوا شكلهم وسعرهم، انا ما صدقت سعرها بصراحه، بس مش هقول لكم سعرها لما انتوا تيجوا بقى، عشان كل يوم الحاجه بتبقى اكتر ازيد، صح كده؟ اقل، فما اقدرش اديهم سعر دلوقتي. الست ما بتعمل الخامات والخيوط. ممكن اقول لهم سعرهم؟ طيب سعرها عادي. 1000 وكام؟ 1150. 1150 يا بنات. بصوا شكلها حلو قوي، قولي لي رايكم في الكومنتات. تمام. ودي كمان برضو، دي حاجه برضو، بس دي شكل تاني من ازاز من تحت، صح؟ اهي دي بازاز كده، حاجات شكلها حلو قوي. تقدري بقى تغيري اللمبه من جوه، تحطيها اللون اللي انت عايزاه. بصراحه جيت علشان اشوفها، عشان انا مش عايزه حاجه بتكون موجوده في كل مكان، بس قلت اوريها لكم الاول، وبعدين لو قلت لي يبقى تمام. هي دي ايه؟ دباديب ولا دي دباديب؟ انا فكرت اعرف ايه الشوز اللي بنلبسه ده. لا الحاجات بتاعت بصوا شكلهم حلو قوي، اشكال كتير ما شاء الله، ربنا يوسع عليكم يا رب. بصوا حبايبي المكرميات بجميع اشكالها اهي، لسه برضو موجوده موضه. دي حلوه قوي، دي تقدري تعمليها في طرقه، او بصوا هوريكم، اقرب لكم الكاميرا اهي، تقدري تحطيها في طرقه ولا حاجه، وتحطي عليها ديكور على الخشبه دي، بيبقى شكلها حلو قوي. عندها كل حاجه، انا حبيت اصور لكم، طبعا اي حته هخش فيها اصور لكم الحاجه كلها عشان تبقوا شايفينها، واللي عايز حاجه بقى يبقى يجي ياخدها. طبعا في فوانيس رمضان، وعندهم من المره اللي فاتت من رمضان لما جينا صورنا عندهم، فانا قلت المره دي اجي اشوف ايه الجديد واصوره لكم. بس كده، يلا بينا نكمل الفيديو. جينا المنشيه يبقى لازم نزور عم مين؟ عم حوده بتاع المفارش. انتوا عارفين طبعا كل مره بصور لكم عنده اللي جنب زنانه على طول، هو واقف جنب زنانه على طول. عايزين بقى نشوف الجديد عنده. طبعا انتوا شفتوا دول، انا كنت جايبهم لكم المره اللي فاتت، انا عندي على فكره، بس انا حبيت انزل اصور النهارده ليكم عشان العيد داخل، بكل سنه وانتم طيبين. وتعالي له بقى كده. بصوا حلو قوي يا بنات، بصوا التطريز بتاعه، بصوا الشياكه. انا جايبه منهم على فكره، وافرشهم وانتوا بتسالوني منين. ايه الكوشنات الجديده عندك بقى؟ دي انا واخده منهم المكرميات. في الاشكال دي كلها. عايزين بقى حاجه جديده للعيد بقى. انا عندي مكرميه من دي، شفتوها عندي انا لسه فرشها لكم في الانتريه يا بنات. عاملين 150 جنيه. بصوا الاثنين عاملين 150 جنيه. الله، حلوه قوي النبيتي دي، بصوا شكلها. وكمان عنده اللي هي القطيفه اللي ورا زي اللون اللي انا عاملاه للكنب اهو، ما شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب. بصوا يا بنات الجمال، بصوا زنانه اهو، شايفينه خش المنشيه زنانه اهو، هو واقف جنبه على طول. طبعا هو معروف يعني على تيك توك، وانا جيت له من على التيك توك اصلا. بصوا الطقم ده حلو. ده ايه بقى؟ سراحه ولا اوضه نوم؟ سراحه شيك قوي. بصوا يا بنات، بكام ده؟ 200 جنيه. 200 جنيه يا بنات ده، والله حلو قوي، ب 200 بس. حلو. طب لو اي حد جالك من عندي بقى مفيش واجب؟ ده هو ده اسعار. طب نوريهم شكلك عشان يعرفوك لما تيجي اهو. عشان يحفظوا شكله. بصوا دي برضو اهي، بصوا هحكي لكم القصه اللي انا جيت هنا ليه، هقول لكم دلوقتي، بس ايه، بصوا ده برضو حلو قوي ما شاء الله، شيك قوي ده. وفي منه المربع بتاعه جميل قوي ده. ده المربع ده عامل كام برضو؟ 200 يعني اي حاجه من دول عامله 200. طقم ثلاثه تركي ب 200. بصوا يا بنات، ده تركي على فكره ب 200 جنيه عليه عرض، هو عامل عرض. طب حاجه لترابيزه الانتريه مثلا. عارف المربع بتاعه ده؟ الله، وريني المدور ده، يمكن اخده انا للانتريه عندي. ده بيضاوي ولا مربع؟ بصوا بنات المربع، بصوا تفاصيله، تحس ان هو متطرز بس هو مش متطرز.
شكله شيك قوي ما شاء الله. في بقى منه مدور، الرسمه الثانيه والرسمه دي تحفه برضه. دي انا جايبه منه عن لو فاكرين شكله اهو. بكام بقى ده؟ ده ب 200. ب 200 يا بنات. يلا العيد داخل وتعالوا عنده كده وهيصوا ب 200 جنيه. تقدري تجيبي لك حاجه تفرشيها عندك في الريسبشن، على الانتريه، على في غرفه النوم. بصوا في كمان ده لو حد عايز حاجه زي المكرميات ده، قماش المكرميات ده. ده طعم 3 مكرميه جديد ب 200. انا واخده منه للسفره عندي، انتوا بتشوفوه عندي على السفره. انا باخد من عنده على طول حاجتي كلها زي ما انتوا شايفين. ده الجديد عنده اهو. نزل لكم حاجات للعيد ان شاء الله. في عندنا مفارش مش كده. بصوا ممكن برضو دول ياخدوهم صح؟ دول ايه كمان؟ دي طقم 3 ولا بياضات دول؟ لا طقم 3 البيضات موجوده. بصوا يا بنات، لو عايز برضو حد كده بابلز ده اهو عامل 150 ب 150 جنيه. بصوا الفرو 150 برضو الفرو. والله تحفه ما شاء الله. شفتوا انا مش حرماكم من حاجه. ده ايه؟ النيش 12. ده للنيش 12 قطعه للنيش. عاملين كام؟ 150 جنيه. يعني اي حاجه تعتبر 150 جنيه. ما مفيش حاجه معديه. ها والله دي حاجته جميله يا بنات. يلا تعالوا بقى الحق. وصل متطرس فوق ده الله. واللي فيه الورده ده فوق مروته تورولي ده عندك منه هنا تحت. في منه طقم 3. طب وريهولنا كده عشان هم بيحبوا الحاجات دي قوي. بصوا يا بنات ده تحفه. بصوا الشياكه. عندك منه مربع طيب؟ بصوا انا هاخد منه الشكل ده تحفه تحفه. لا انا لا مش مربع قصدي كده، لا مربع للسراحه. لا هو شكله الله ده للترابيزه صح؟ بصوا يا بنات حلو قوي. شكله شيك جدا. بكام؟ ب 200. ب 200 جنيه. وده ب 200 صح؟ في المدور. طب وريني معلش، فك لي دي كده عشان اشوف ايش جه عندي على سهل. الله بصوا شكله حلو قوي. شكله شيك جدا. هما 3 قطع صح؟ خلاص انا هاخد ده. شكله حلو قوي. في بصوا انا لمحته من فوق، هم علقوا فوق اهو، فانا لمحته كده. وبصوا في الشكل دوت. يعني انتوا بقى انت وذوقي بقى. بصوا متطرز للعرايس. وده كمان حلو قوي. شكله شيك قوي يا بنات. حطيه على السراحه وده 2 على الكومودينو. حلو قوي. بس ده جديد متهيألي شكله صح ولا قديم؟ ماشي يلا بينا نكمل معاكم الفيديو في حته ثانيه. بصوا يا بنات انا وصلت عند كريستال شارع فرنسا اهو. بصوا حبيت اشوف اوريكم الحاجات الحلوه دي. بصوا انا بحب الحاجات دي قوي. النحاس ده عندي طقم زي الاسود اللي انتوا شايفينه جوه ده بالخاتم بتاعه. بصوا ما شاء الله. بصوا حاجات ما شاء الله جميله جدا. بصوا فوق شايفين الخاتم الازرق ده واللي جنبه بكام ده لو سمحت؟ اللي هو فيه فص اخضر وازرق. ده ب 45 صغير. بصوا يا بنات ب 45 جنيه بس. يعني اسعار تحفه بصراحه. بصوا الناس اللي تحب الحاجات دي. انا قرب لكم الكاميرا قوي عشان تشوفوا اهو. بصوا الاساور النحاس تحفه 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 تحفه. دي الحاجات اللي بتتحط في السلاسل عارفينها. مش حرمكم من حاجه اهو. في جواز جوه اساور. بصوا فين؟ هتخشوا من شارع فرنسا من هنا كده وتخشوا كده على طول هتلاقوا المحل بتاعه. في برضو بصوا الشكل ده. بصوا كمان الكوليهات فوق شايفينها. ما شاء الله. الحاجات دي بتخليني تجذبني ان انا اتفرج عليها يعني حتى لو مش هشتريها. بس يلا نكمل معاكم. قول لنا اسم المكان تاني معلش. كريستال الزنقه صح كده؟ كريستال اللي في الزنقه يا بنات عشان لو حبيتوا تجيبوا الحاجات دي واسعاره حلوه قوي. انا عندي بتاع السجاد طبعا انا مش هشتري بس انا والله حابه اوريكم انتوا. بصوا كل دي بيقول لي سجاد ممكن تحطيه في مطبخ تحطيه في اي حاجه. اسمه جبلان. هي دي كام في كام دي؟ متر و20 في متر و80. في اشكال كتير منها. بصوا يا بنات اشكالهم اهو. كنت دايما بجيب من عنده بتاع اوضه البنات بس السنه دي ما جبتش من عنده بصراحه. بس حبيت اصور لكم انتوا يعني ليكم انتوا. بصوا اشكال جميله تقدري تاخدي منها في العيد تفرشيها. تفرشي ده حلو قوي ده. كان عندي منها واحده بس كل حاجه بتقابلني بتعجبني بصورها لكم. يلا نكمل مع بعض. بصوا يا بنات فاكرين لما كنت عايزه اقول لكم ان انا عايزه اجيب دي فانتوا خيروا بين الاثنين. في منها المصري في منها المستورد صح كده؟ على فكره المحل جنب ملايتي على طول. اسم حضرتك؟ المحل مكتوب عليه جابر عبد الله. جابر عبد الله تمام.
طبعا بجيب من عنده الحاجات بتاعتنا كلها، وكانت شيري كمان جايبه من عنده الترابيزه بتاعت الانتريه. بصوا عنده حاجات حلوه قوي ما شاء الله. هو لساني تقل ليه يا جدعان؟ بصوا يا بنات، بصوا الاطباق دي شكلها شيك قوي، وعين اهي عشان ما حدش يحسدكم تحطوها عندكم في باب الشقه. بصوا عندي البابلز زي دي بس فخار، اللي هي عارفينها اللي هي زي دي، لسه ما حطيتهاش، بحطها معاكم شبه دي كده بالظبط. هحطها لكم في العيد، وزي ما قلت لكم انا مش جايه اشتري، بس انا جايه اتفرج واصور لكم انتوا عشان العيد داخل عليكم، كل سنه طيبين، تقدروا تنزلوا وتجيبوا حاجتكم من منشيه زي ما قلت لكم كده. بصوا الساعه دي شكلها حلو قوي، في شمعدانات اهي زي اللي عندي بالظبط اهي، عشان برضه حد يسالني على الشمعدانات. في حاجات فضيات هنا زي الفضه. بصوا الكاس ده، هو دي كاسات دي ولا ايه؟ سفرة الله، بتتحط على السفره سفرة وبوفيه. ما شاء الله. بصوا يا بنات شكلها شيك قوي اهي، في منها الفضي وفي منها الذهبي، وفي نافوره الميه دي كنت مصورها لكم المره اللي فاتت اهي. تعالوا اوريكم البساكت اللي بره. بصوا الساعات والديكورات كل حاجه موجوده عنده ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا عمال اخبط في البراويز. بصوا البراويز عنده، كنت واخده منه 3 براويز صغننين كده حطاهم فوق السرير عندي. وفي الشكل ده برده حلو قوي، تقدري تاخديه في العيد تحطيه كده بشكل حلو قوي. دي كشكل بس صح؟ جيبورات. عندي منهم بس ما عنديش المكوره دي اهو. تقدري تحطي الريش ده فيها تلعبي انت بقى في الالعاب. وادي حاجات الشجر ده اهو، ودولفين كمان اهو. بصوا البراويز دي تحفه بصراحه. عنده كوسترات كمان اهي، وساعات بقى باشكالها والوانها ما شاء الله، اللهم بارك يعني. ربنا يوسع عليهم يا رب. تعالوا نصور لكم بره الحاجات اللي هو حاططها بره شكلها حلو. بصوا المرايه بقى، عشان انتوا سالتوني عن المرايات. المرايه دي بس ما فيهاش اضاءه صح؟ لا من غير اضاءة. بصوا يا بنات ده الشكل بتاع المرايه، تقدري تاخديه. بيقول لك لو حد عايز اضاءه يقول له. في منها الشكل ده وفي منها الصغير ورايا، شايفينها؟ دي الصغيره ودي الكبيره، بس شكلها حلو قوي اهو. تقدري تجيبيها وهو هو بيقول لك يقدر يحط لك الليد فيها عادي يعني، ما فيهاش مشكله. تمام. بس عشان ما نصورش حد. طبعا الشجر كله عنده باشكاله والوانه زي ما انتم عارفين اهو. شيكه دي حلوه قوي برده. بصوا الخوص من تحت كده، بصوا شكلها حلو. عامله كام دي؟ دي عامله 900. 900 يا بنات اهو. تعالوا اوريكم ممكن بقى تقول لنا سعر الباسكت ده بتاع الهدوم او حاجه صح، تقدر تحطها فيها او كده. عامل كام ده؟ 350 يا بنات اهو. تقدري تحطي فيه غسيل، تقدري تحطي فيه حاجه في اوضه البنات، في اوضه البنات عشان عندي بنات، في اي حته في الشقه يعني. وكمان في اللمبادير ده، بس انا خلاص مش عاجبني اللمبادرات دي عشان انا مش عارفه، حسيت اللي عنده التاني جوه بالنسبه لي اشيك يعني. المحل اهو جابر عبد الله. تمام. عنده المشايه اللي انا جايباها اهي قدامكم اهي، كنت جايباها من القاهره من نزهه، هي موجوده هنا في اسكندريه. بس كده يلا نكمل الفيديو معاكم. طبعا يا بنات انا لازم اما اجي عند ملايتي لازم اجي كده، لازم اقعد في الكافيه القمر ده. بصوا الستايل بتاعه. على فكره عنده مكان فوق هوريه لكم دلوقتي. والله ما دعايه ولا حاجه، بس انا حابه المكان. كل ما باجي هنا طبعا هو ده بيفصل لي الملايات، فانا مش معقول ان انا هقف يعني وهستنى، فباجي اقعد في المكان ده اشرب لي قهوه، اشرب نسكافيه، اي حاجه، وبعد كده بتكل على الله. زي ما انتم شايفين كده هو جنب ملايتي على طول اهو. مكان حلو قوي، والرسومات اللي فيه. بصوا الترابيزات والحاجات القديمه دي. طبعا شكل لكم شمعدان، مالكوش دعوه بالجي، ناكلها في البيت مش في الشارع ماشي. وطبعا جبت الحاجات هنا حطاها بوريها لكم ان شاء الله في فيديو لوحده. قلت بقى اجي اشرب قهوتي واتسلطن كده شويه، ومش عامله اكل ولا عامله اي حاجه النهارده. انا نازله كده مع نفسي اتجول في الشوارع، ولسه هصور لكم تاني ما تخافوش، لسه هصور لكم تاني اهو. بصوا الجمال والشياكه، بصوا الحلاوه. اهو وصلت يا بنات. نشرب كوبايه القهوه بتاعتنا، وبعد كده نشوف هنروح نستلم الملايات من ملايتي. طبعا عندهم منيو هنا في المكان بكل حاجه اهو، فطير حلو وفطير حادق، عندهم كل حاجه ما شاء الله. بيتزات اهو، ده المنيو بتاعهم. عندهم بيتزات، عندهم مكرونات، عندهم كريبات حادقه وكريب ميكس.
المكان اللي انا بقول لكم عليه هنا. نشرب بقى قهوتنا كده عشان نعمل دماغ، نشوف هنكمل يومنا ازاي.